هي الحشرات بتستخبى فين؟ وليه مش بنشوفها رغم إنها موجودة عندنا؟ لو الحشرات بتظهر فجأة وبعدين بتختفي يبقى أنت بتتعامل مع الجزء الظاهر بس. واحدة من أكبر الأخطاء في التعامل مع الحشرات إن التركيز دايما بيكون في أماكن اللي ظهرت فيها الحشرة، والحقيقة إن أغلب الحشرات بتقضي وقت كبير جدا في إنها تستخبى في أماكن مخفية بعيد خالص عن إن الإنسان يشوفها. الظهور دايما بيكون لحظي علشان خاطر تتغذى وترجع تاني، لكن الاختباء هو الوضع الأساسي بتاعها. الحشرات بطبيعتها بتدور على ثلاث حاجات: مكان آمن، مصدر أكل مناسب، درجة حرارة ملائمة. عشان كده دايما بتلاقي في الشقوق الصغيرة وورا الأجهزة وجوه فتحات الصرف أو في أي مكان مظلم ودافئ. على سبيل المثال الصراصير دايما بتستخبى ورا الثلاجات والبوتاجازات لأن الحرارة والرطوبة متوفرة بشكل مستمر. النمل ممكن يبقى ليه مستعمرة داخل الحوائط أو تحت الأرض، هو بيظهر بس وقت البحث عن الأكل وقت جمع الأكل. باقي الفراش بيختفي في الخشب وزوايا السرير القريبة من مكان النوم، مش شرط المرتبة نفسها. المشكلة إنك لما بترش المكان الظاهر فقط أنت فعليا ما وصلتش لمصدر المشكلة. الحشرة ممكن تختفي لفترة قصيرة وبعدين ترجع تاني. كمان في نقطة مهمة هي إن الحشرات بتغير أماكن اختبائها لو حست بخطر، يعني لو استخدمت مبيد بشكل عشوائي ممكن تتنقل تاني في مكان أصعب في الوصول ليه. عشان كده الفحص مهم جدا. تحديد الأماكن الفعلية للاختباء هي الخطوة الأساسية قبل أي إجراء. بدون الخطوة دي أي حل تاني ملوش لازمة. ومش شرط إنك أنت تلاقي الحشرة، بس الفكرة إنك تبقى عارف إن الحشرة دي بتعيش هنا. يعني كلنا عارفين إن الدبان دايما بيبقى موجود في باسكت الزبالة، مش شرط إن أنا ألاقي اليرقات بتاعته، بس أنا لازم عشان خاطر أعمل مكافحة كاملة للدبان لازم أرش باسكت زبالة. لو الحشرات بتختفي وتظهر عندك يبقى أفضل حاجة إنك تعرف الحشرة دي ممكن تستخبى فين وممكن تتغذى عليه قبل ما تستخدم أي حل عشوائي. لو عايز تعرف أكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.